السلام عليكم، أهلا بيكم في الدرس رقم 21 في دبلومة كانفا بعربي، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل اللوجو ده بالخطوات. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لغيرك. ولو عايز تتعلم تصميم جرافيكس لازم تنضم لجروب التليجرام مع أكتر من 7000 طالب، والجروب موجود في صندوق الوصف. واللوجو ده ينتمي لعائلة الليتر مارك. ولو انت مش عارف أنواع اللوجوهات أنصحك تتفرج على الدرس رقم 11، هيوضح لك حاجات كتير. ومش هطول عليكم، ويلا بينا نبتدي اللوجو بتاعنا مع بعض. واول حاجه زي ما اتعودنا هتفتح موقع كانفا وهتعمل كرييت ا ديزاين، ولما تظهر عندك الشاشه دي هتختار لوجو، واللوجو بتاعي على خلفيه سوداء، فهمسك التمبلت بتاعتي وهخلي اللون بتاعها اسود، وهبتدي اكتب الحرفين اللي انا هعمل منهم الايكون بتاعتي، وهما حرف الجي والاكس. وعشان تكتب الكلام هتيجي على التكست تول هنا وهتعمل اد ا هيدنج، وبعد ما جات لي الكلمه هنا هبتدي اكتب الحرفين بتوعي. اول حرف هكتبه هو حرف الجي، بعد كده هاخد نسخه بالت شيفت واكتب حرف الاكس، وبكده انا كتبت حرفين بتوعي. بعد كده هغير الفونت بتاعي، والفونت بتاعي النهارده مضحك جدا اسمه سيفون. والله زي ما بقول لك كده سيفون. الفونت ده على فكره قوي جدا وانا بحبه جدا، وعيبه الوحيد ان هو ما فيهوش ويتس، يعني هو بولد بس وما فيهوش فونت خفيف، هو تقيل بس. فاللي هتعمله انك هتضغط على الفونت هنا، وبعد كده هتسرش على كلمه سيفون زي ما انت شايف. بعد كده هتختار السيفون بتاعك كده وتكبر الكلام عشان نشوفه. هتخلي حجمه هنا مثلا يوصل ل 75، وهتقرب حرف الاكس من الجي شويه. بعد كده تمسكهم هما الاتنين وتوسطنهم علشان نعرف نبتدي شغل عليهم. وبكده انا كتبت الكلام بتاعي، وعايز اقول لك مكونات الوصفة عشان توصل من الحرفين اللي مكتوبين بالشكل ده للحرفين اللي مكتوبين بالشكل اللي انا وريته لك في البداية. هتحتاج لثلاث اشكال: المربع والمثلث والدايرة. وعشان تجيب الاشكال بتاعتك هتروح على الاليمنتس هنا، وهتيجي عند الشيبس وهتعمل سي اول، وهتلاقي الاشكال بتاعتك زي ما انت شايف هنا المربع، وهنا الدايرة، وهنا المثلث. هتدخل لي الثلاث اشكال دول وتلونهم باللون الاحمر. فعشان تدخلهم هتيجي هنا تضغط على الشكل نفسه زي ما انت شايف الشكل جالي، ولكن جالي في الخلفيه. فعشان تجيبه قدام هتضغط على الشكل وتجيبه من لايرز قدام وتحركه تحت، ولونه لي بلون مميز عشان نشوف احنا بنعمل ايه. وده كده اول شكل. هصغره شويه عشان اجيب اخواته جنبه. وبالمثل هتيجي هنا تاني في الاليمنتس تجيب الدايره بتاعتك وهتعمل نفس الخطوات بالظبط، تقوم مطلعها قدام وجايبها تحت كده علشان نعرف نشتغل عليها بالشكل اللي انت شايفه كده. وبالمثل هتجيب المثلث برضو، هتضغط هنا على المثلث بتاعك وتروح لللايرز وتطلعه تاني قدام وتنزل بيه تحت عندك جنب اخواته علشان نبتدي الشغل بتاعنا. وبعد ما دخلت الثلاث اشكال زي ما انت شايف انا لونتهم علشان اوري لك انا هعمل ايه. اول شكل هنشتغل عليه هو شكل المربع. في الاول هتمسك الثلاث اشكال كده زي ما انت شايف تطلعهم لي قدام الكلام عشان نشوفهم، وبعد كده هتمسك المربع تحطه لي بالمنظر ده وتخش لي بقى زوم ان عشان نعمل العمليه الجراحيه بتاعتنا. المطلوب منك ان المربع يبقى في نفس طول الاكس بالظبط زي ما انت شايف كده، بنفس الطول بالظبط، وان هو ما يقطعش جوه حرف الاكس، يعني ما يخشش جوه. شايف الجزء ده والجزء اللي فوق السبعه العدله والمقلوبه دي، المربع ما يعديش فيهم كده. يعني انا عايز ان هو اخره النقطه دي والنقطه اللي تحت، فانت تظبطه بالظبط ان هو يكون بالمنظر اللي انت شايفه ده. خد بالك في حته هنا مش قد بعضها، فتمسك المربع بتاعك ظبطه، حاول انت تظبطه بالظبط قد الاكس. وكده خلصنا اول شكل. طبعا هنا هتلاقي فيه خلوص كده اسود على شكل مثلث، فانت اكيد استشفيت انا ليه اخترت المثلث. وهنا هتلاقي برضو جزء اسود على شكل دايره، فاكيد عرفت انا ليه اخترت شكل الدايره. فتاني حاجه هعملها ان انا همسك المثلث بتاعي كده وهروح لبوزيشن وارينج هنا، واجي في الروتيت اخليها 90 درجه عشان تبقى لفه في نفس اتجاه المسافه الفاضيه، واصغره شويه. طبعا انت مش شايفه ولكن كده هتشوفه، وابتدي امطه من الاطراف وانا ماسك الالت. وبعد كده انا غطيت المساحتين دول، ابتدي امسك الدايره بتاعتي. ده اسهل حاجه ان انت هتمسكها كده وتبتدي انك تصغرها وانت ماسك الت عشان تصغر معاك من كل الاتجاهات، وتوسطنها بمجرد انك تغطي المسافه دي. كده انا خلصت الايكون بتاعتي. هتقول لي انا خلصتها ازاي؟ هوري لك دلوقتي خلصتها ازاي. كل المطلوب منك هو ترتيب اللايرز والالوان، وعشان ترتبهم هتمسك حرف الجي بتاعك، هتيجي هنا في اللايرز حرف الجي اللي هو باللون اللي هيبقى لونه اسود بيكون اول لاير، وحرف الاكس بيكون اخر لاير، وما بينهم الثلاث اشكال، والثلاث اشكال لونهم هو لون حرف الاكس. هنا لون حرف الاكس ابيض، يبقى الثلاث اشكال هتمسكهم وتلونهم باللون الابيض. وهتمسك حرف الجي اللي هو موجود فوق
خالص وتلونه باللون الاسود، وبكده تكون خلصت الايكون بتاعتك، وفاضل لك حاجة بسيطة انك تحرك حرف الجي جوه شوية، ومعاه هتحرك الدايرة اللي كانت موجودة وراه عشان تفضل في نفس مكانها، وبكده احنا خلصنا الايكون بتاعنا. فهتمسك الايكون وتروح عامل كنترول جي وتبتدي ان انت تظبطها كده زي ما انت شايف في النص، وبعد كده هنبتدي نكتب اسم البراند والسلوجان. وهنا اسم البراند والسلوجان بيكون اصغر بكتير من الايكون، وهنا اللوجو بيعتمد على الايكون اكتر من الاسم اللي مكتوب تحتها. وهنستخدم الفونت اللي هنكتب بيه الحاجات اللي تحت هو فونت بوبنز، واستخدمناه قبل كده كتير. وعشان تبتدي تكتب الكلام هتيجي على التكست تول بتاعتك وهتعمل اد هيدنج، بعد كده تنزلها تحت شويه، وبعدها تكتب الكلمه بتاعتك اللي هي جرافيكس. وهتخلي حجم الكلمه هنا مثلا صغير، تخليه 10، وتخلي الليتر سبيسنج بتاعك مثلا قرب ال 600 مثلا بالمنظر اللي انت شايفه ده. وبعد ما كتبت الكلمه بتاعتي وظبطت حجمها، هاجي هنا اختار الفونت بتاعي اللي احنا قلنا عليه اللي هو فونت بوبنز، وهستخدم درجه البولد بتاعتي بالشكل ده، فهتلاقي الكلمه بقت بالمنظر اللي قدامك ده. وبعد كده هتاخد نسخه منها وانت ماسك الت شيفت وتنزل تحت وتخلي لي حجمها هنا 6، وتاكد ان الويت بتاعها يكون لايت، واللون بتاعها هختاره ان هو يكون اللون ده، واللون ده هو نفس الاوباستي 80% بتاعت اللون الابيض، فممكن نستخدم الكالر كود ده على الجاهز. والليتر سبيسنج هنقلله نخليه اقل بكتير من الكلمه اللي فوق، مثلا يبقى بالشكل اللي انت شايفه ده. ونغير الكلمه طبعا لكلمه ديزاين، وهنمسك الكلمه دي نضمها شويه على دي، وبالتالي نكون خلصنا اللوجو بتاعنا زي ما انت شايف بالشكل ده. اللوجو ده سهل وبسيط قوي لو انت متقن للحركه اللي هتعملها فوق، ولو انت مش فاهمها هتتلخبط كتير فيها، فعايز تطبيق كتير وشغل بالايد كتير. اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ده كويس، واشوفكم في دروس جايه كتير.